يا صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. اخباركم يا حبايب قلبي؟ احلى اخوات واحلى متابعين، وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. النهارده راجعين لكم فيديو جميل جدا يا جماعه، بصراحه ممتع، من جولاتنا الجميله في الارض الزراعيه كده، والزرع والحاجات اللي تفتح النفس والهواء الجميل، وحاجات بصراحه ترد الروح. هتورينا ايه النهارده يا دودو؟ قبل ما اوريكم الفيديو نتوغل فيه، اتمنى من حبايب قلبي واخواتي اللي دايما منورين حياتي كده ومشرفيني، تحطوا لي احلى لايك من ايديكم الجميله، واحلى كومنت حلو يفتح نفسكم. وامانه يا جماعه، امانه اللايكات، وشاهدوا بذمه عشان ربنا يصلح لنا الحل، لان انا عندي ريتش القناه واقع جدا جدا جدا، ونفسي ربنا يصلح لنا الحل ونقف على رجلينا تاني. وطبعا ده مش هيحصل الا بوجودكم جنبي، لان انتوا اخواتي وانتوا سندي وانتوا ظهري، وانتوا فعلا عيلتي التانية. المهم عشان ما بقاش رغايه واطول عليكم، خلينا بقى نستمتع بالجمال ده وبالطبيعه الحلوه والغله الجميله دي. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك، المناظر ترد الروح. وشكل الغله وهي لسه خضرة كده مزغنطوطه كده في الارض، حاجه ما شاء الله تبارك الرحمن. ربنا يرزقنا وإياكم من حيث لا ندري ولا نحتسب، اللهم امين يا رب. طبعا كده دلوقتي بدات الغلال كلها تتزرع، والاراضي كلها مليانه دلوقتي بغله، عندنا وعند جيراننا وعند الناس كلها، ما شاء الله ربنا يرزق الجميع يا رب. وهنا الفاصوليا الخضراء، الفاصوليا الخضراء دي من الزراعات الجميله اللي بنزرعها عندنا في الرمله، لان الارض عندنا رمله مش طين، مش طمي يعني ولا شرب. الارض الرمله لها زراعات معينه، ومن ضمنها زرعه الفاصوليا الخضراء دي بنزرعها بكميات، والارض بتكون كبيره، ودي بتصدر، دي اسمها فاصوليا تصدير يا جماعه. فاصوليا التصدير دي ما شاء الله اللهم بارك يا رب، بتتزرع وتتباع خضراء، بتتحول على الايه، على التصدير، بتتصدر بره للدول التانية، للدول الأجنبية يعني. طبعا ده حاجات بقى ايه، حوارات كده ملناش فيها. خلينا في الفيديو بتاعنا احنا، والفيديو الجميل. هنا بسمله بيمسي عليك ويصبح عليك وبقول لكم حطوا اللايك. كان بعكس في بسمله على فكرة، مش فيها والله. الناس اللي تاخد بالها يعني هو عمل ايه، مش ليها خالص، كان لي بسمله. بسمله كانت واقفه قصاده وعمال ايه يغلس عليها. ربنا ما يحرمنيش منهم ابدا يا رب. هم طبعا يعني هم حياتي كلها، ماشي حد في الدنيا غير اشرف وعيالي، وربنا يبارك لنا في حياتنا وفي اهلينا، وما يحرمناش ابدا من اللي لينا يا رب. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، الفاصوليا الخضراء دي جميله جدا والله العظيم، في طبخها حلو، باكلها خضراء كده جميله. انا ما كنت بروح الارض كنت يعني ممكن كل شجرتين تلاته كده وانا قاعده ازقز فيهم كده تسالي يعني. وسمعت برضو انها بتتباع بره، بتتاكل تسالي، التصدير بياخدها عشان يعمل يوديها تسالي كده. وهنا اشرف كان جاب الشويه دول يعني عشان يصورهم، بينزلهم ايه كدعايه يعني لنا ولزرعته يعني وكده. بس انا قلت انا هستغل المقطع ده وهاخده انا ايه اضيفه للفيديو بتاعي. ونزلت هنا الارض صورت لكم بقى الانفار وان هي بتجمع والدنيا. وطبعا يعني اللي كان بيصور في الفتره دي اشرف، انا كنت قاعده في جنب، ما حبيتش انا الف في وسط الانفار كده، فقعدت في جنب. فهنا الايه الانفار عمالة تجمع الفاصوليا، وبتيجي بقى ايه تتحط في بوكس كده، برانيك بلاستيك، وبتتباع، بتتصدر تطلع بره على كده زي ما انتوا شايفين. المهم شايفين ما شاء الله الطبيعه جميله والناس شقيانه كلها. فيعني ربنا يرزق الجميع يا رب، ويحسن حالنا وحال أمة محمد، اللهم آمين يا رب. بس بصراحة منظر الخضرة يرد الروح والجمال، والنخل يا سيدي على النخل العلالي، يا نخلتين في العلالي يا بلحكم دواء. كملوا يا جماعة، أنا معرفش غير الحتة دي، بس اللي عارف الأغنية كملها. حط لي اللايك اللي وصل معايا الهاند هنا، بالله عليكم أحلى لايك من أحلى أخوات في الدنيا. وهنا أنا وحمودي كده كنا قاعدين في جنب واحدة حبيبتنا يعني قاعدة بتشتغل. طبعا الشغل مش عيب يا جماعة، ربنا يعين كل واحد على حاله. وشايفين الجمال والله العظيم، الزرع يا جماعه ما شاء الله اللهم بارك، شكله يفتح النفس. فانا ما حبيتش ان الفيديو الجميل ده والطبيعه الحلوه دي والزرع شكله يرد الروح ده، ان انا مش هصوره لكم. فاشرف ربنا يبارك لي في عمره يا رب، خد مني تليفون وصور لي هو الفيديو الجميل ده، وانا منتجته بس. بس بصراحه والله انا حاساه فيديو شيق، واللون الاخضر كده جميل يفتح النفس. فبالله عليكم حطوا احلى لايك من ايدين احلى اخوات في الدنيا للفاصوليا الجميله ده. واللي عارف الفاصوليا دي وبيزرعها في بلاده يقول لي. والناس طبعا اللي هي اكيد مش عندهم زرع ولا الحاجات ديت يتفرجوا بقى معانا على الطبيعة وعلى الجمال ده، وعلى الحاجات الحلوة والخضرة ترد الروح والهواء الطلق كده، يعني حاجة ما شاء الله اللهم بارك يا رب. ربنا يديمها نعمة ويرزقنا وإياكم من حيث لا ندري ولا نحتسب، اللهم آمين يا رب. شكل الشجرة جميل جدا وهي نازلة فيها القرون كده ما شاء الله، شايفين والله شكلها تحفة. وما تمد ايدك تاخد الأرض كده تاكليه يا سيدي، يا سيدي على الدلع. أنا عن نفسي بعشق الحاجات دي، بعشقها. لا وبصراحة أشرف متوصي بالشجرة دي، عاجبينه شوية الفاصوليا اللي فيه. يعني الشجرة كده شجرتين تلاتة ممكن يلمولك طبخة
ما شاء الله. يعني ايه الفاصوليا بتكون شايله، بتكون حاجه حلوه خالص والله. وانا اصور لنا بقى جيراننا كده والاراضي والشجر حوالينا والزرع، حاجات كده ما شاء الله. ربنا ما يحرمنا من الطبيعه ابدا. الطبيعه دي هي اللي بصراحه اللي بتخلي الواحد، يعني انا عن نفسي ما اكون مخنوقه ولا في اي حاجه مضايقاني، باجي اقعد في وسط الزرع هنا، والله بروح البيت رايقه جدا واعصابي مرتاحه وحاجه كده روقان. هسيبكم انا بقى تكملوا الفيديو مع نفسيكم كده وتتفرجوا على الجمال ده والطبيعه اللي حوالينا والناس الشقيانه. وربنا يا رب يعين كل واحد على حال، اللهم امين. والشجر والزرع والخضره كده، وزي ما بيقولوا الخضره الخضره ايه، اه الميه والخضره والوجه الحسن. وربنا يحسن عملنا جميعا يا رب. شايفين؟ مع نفسكم بقى يا جماعه اتفرجوا على الفيديو.